والدوري فين؟ الدوري في 100 عقبة. ألف مبروك لإخواتي الزملكاوية، تعبنا كتير أوي السنة دي والحمد لله الحمد لله. أخيرا الدوري استقر في مكانه الطبيعي، استقر في المكان المستحق. الحمد لله كسبنا الدوري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ النهاردة ومش قادر أقول لكم أنا فرحان إزاي، وبجد والله العظيم أسعد أيامي كزملكاوي النهاردة. وحاجة بجد عظيمة أوي، وبجد ده أكتر دوري الواحد فرح فيه في حياته. مهما تقول ومهما تعيد مش هتوصف الفرحة اللي الواحد فيها. بسم الله الحمد لله والله العظيم بجد، يعني ما شاء الله. النهاردة اللعيبة عملت اللي عليها، الجماهير عملت اللي عليها، كابتن معتمد الراجل هيعيط مش ممكن والله يا جماعة. والله احنا ناس غلابة أوي يعني. حقيقي يعني حاجة جميلة، ومبروك لكل اخواتي الزملكاوية. المباراة النهاردة طبعا بدأنا وكان في تغييرات كتير أوي في التشكيلة، ويقول لك برضه ده يعني من أسباب عظمة الدوري ده السنة دي هي كمية المواقف الصعبة اللي بتقابلك، يعني غير إيقاف القيد والظروف المالية وكده. الإصابات في الأوقات الصعبة يا جماعة، أنت خسران كونفدرالية والدنيا بايظة، وفجأة فتوح اتصاب، محمد إسماعيل اتصاب، المهدي سليمان اتصاب، خروج كتير من اللعيبة اللي كانت أساسية الفترة اللي فاتت. ولكن النهارده الحمد لله بنعوضها بلعيبه رجاله. عواد بنشوف محمد ابراهيم في الباك اليمين، الراجل افضل بكتير قوي من عمر جابر، ولكن الراجل لسه صغير. السيد اسامه لسه صغير. حتى في وسط الملعب بتشوف محمد السيد لعيب لسه ناشئ. شوف ثلاثة في ماتش، يعني ثلاثة من فريق الشباب في ماتش، هو فعلا ماتش حاسم للدوري. كل الناس كانت حاطة أملها إن الزمالك هيخسر النهاردة، بس الحمد لله. أكتر متفائلين كان بيقول إن الزمالك هيتعادل، بس الحمد لله كسبنا. فرحت أوي بصراحة بالجون بتاع عدي. ويا جماعة عدي الدباغ واحد من أهم نجوم الزمالك الموسم ده. أهم نجوم الزمالك هو وبالزيرة، وبسم الله ما شاء الله عليه، بجد مقاتل ومحارب، وكلمة فدائي دي عليه شوية. عدي اللي الدغ بمعنى الكلمة، اوعى تغلط قدام عدي. ده الدرس اللي استفاده مدافعين سيراميكا النهاردة. هتغلط قدام عدي هتتعاقب. شفنا النهاردة بداية المباراة والغلطة اللي غلطها سعد سمير بجون على طول. سعد طبعا كان في مستوى زي الزفت، وعندي وجهة نظر بصراحة ليه لعيبة سيراميكا ظهرت بأداء أقل شوية من اللي كان متوقع. لعيبة سيراميكا كان عليها ضغط يا جماعة، يعني مبالغ فيه قوي، بسبب ان هم كانوا عايزين ان هم يهدوا الدوري للأهلي. شفنا طبعا ابو العينين راح وقال لهم ومكافآت ومش مكافآت. انا بيتهيألي هم لو كانوا دخلوا ماتش عادي كان اكيد يعني مليون في المية كانوا هيلعبوا ماتش احسن من ده كتير قوي. لان سيراميكا وعلي ماهر بصراحه بيلعب قدام الزمالك كويس. بس النهارده الضغط كان باين عليهم قوي، كانت تحس ان اللعيبه متوتره وبيغلطوا غلطات غريبه. يعني رجب نبيل وسعد سمير كانوا بيلعبوا مع الزمالك النهارده، هما بياخدوا الكوره بيغلطوا كتير قوي. شفنا حتى لعيبه وسط الملعب كانت ما بتلعبش ريسك باص، يعني بيلعبوا باص المضمون ده خوف ولا. شفنا حتى علي ماهر من كتر الضغط اللي عليه الراجل ما استحملش يعني، وساب الماتش قبل ما يخلص. لان هو طبعا ما كانش مستحمل ان هو يشوف لعيبه الزمالك وهي بتحتفل يعني. مش عارف، حاسس الموضوع اوفر اوي يعني. ماشي انت راجل اهلاوي وبتاع، بس في الاخر انت مدرب سيراميكا يعني. مش المفروض وانت كرئيس نادي رئيس سيراميكا مش رئيس نادي الاهلي؟ فانت المفروض تلعب لفريقك، ما تبقى نفسك تكسب وبتاع، بس الغل الزيادة ده ده واضح يعني في تشجيع اكتر ما واضح في منافسة يعني كروية عادية. المهم ان احنا كسبنا الحمد لله. انا بس طبعا الماتش ده مش ماتش فنيات، يعني ما ينفعش تتكلم في فنيات. لان الماتش النهائية دي يعني الاهم حاجة ان انت تكسب، واهم حاجة ان انت تاخد البطولة. آه، تراجعنا شوية بعد الجون، بس يعني اهو برضه ما كناش زي ماتش اتحاد العاصمة، الحمد لله ما سيبناهاش قوي كده. كانت الموضوع في المتوسط منه يعني. بزيرو كان واضح ان هو مصاب في الشوط الاول، والراجل حاول يتحمل على نفسه. من الناس اللي عجبتني النهارده محمد السيد عبد الله السعيد بقى يعني. انا رأيي ان لازم يا جماعة نوفر مجهوده بان احنا نلعبه الشوط التاني. خلاص عبد الله فعلا كبر، وواضح قوي الضغط اللي عليه، هو نفسه يعمل حاجة وده واضح، بس لازم نستغله بقى بأفضل استغلال، اللي هو مثلا ينزل نص ساعة بتاع. شيكو بانزا رغم العشوائية الكتير اللي هو فيها، بس بيفضل برضو من نجوم الفرقة، وبيفضل بيعمل خطورة كتير أوي. يمكن هو مشكلته بس إن هو لما بيرجع شيكو بانزا يعني تحس عنده حتة لا مبالاة شوية، يعني قلبه جامد أوي إن هو ممكن يتزحلق ممكن يعمل أي حاجة. فدي حاجة خطر شوية، إنما هو في العادي بيعمل مجهوده، وراجل من اللعيبة المؤثرة. شحاتة يمكن صعب أوي إن أنت تحدد مستوى شحاتة اليومين دول، لأن واضح فعلا إن هو متعصب زيادة شوية. ممكن الضغط اللي عليه ربنا يرحم والده يعني ويصبره برضو الراجل مهما كان عليه ضغط كبير أوي.
وانت مش هتحبه ومش هتحط اكتر منه يعني، فعشان الناس بس اللي بتعلي كل شوية ان هو سب عصى ابوه بتاع، انت في الاخر هو ابوه، هو اضرب ظروف يعني. أم، الفرقة الحمد لله ان احنا كسبنا في الاخر. الجون بتاع شيكو بانزا الشوط التاني ده، انا شايف الكرة جون بصراحة، مش عارف ليه يعني. انا شايف ان رجب نبيل هو اللي شاط رجل شيكو بانزا. وبصراحة انا للحظة كده يعني، لما الجون ده اتلغى وبعد كده وقبلها كان طبعا انفراد بزيرة اللي هو ضيعه بسهولة، رغم ان كان ممكن يحط له عدي يعني وكانت تبقى جون. وضربة جزاء اتحسبت، انا يعني ضربة جزاء طبعا هي غلطة من عواد ان هو طالع يعني دخل غشومية شوية. انا قلت بس يعني ده السيناريو ده انا عارفه كويس، واللحظة كده حسيت اللي هو هتقلب وهتصدر لنا ظهرها تاني. ولكن الحمد لله عواد قدر يصد ضربة جزاء من بالحاج وتذكير بس. وعواد حارس كويس في ضربات الجزاء. فكرة ان هو ما صدش من اتحاد العاصمة، ان هم فعلا هم شوطوا كويس جدا يعني. هو الراجل راح لتلات اربع كور كان قريب منهم، بس كانت صعبة اوي يعني. فرقة اتحاد العاصمة دي صعبة اوي حتى في العادي، ان انت تقابل فرقة مثلا عندها 8 لعيبة وبيشوط ضربات جزاء كويس. دي حاجة صعبة اوي يعني. ان في اعلى المستوى مثلا بتلاقي 5 لعيبه مثلا هي بتشوط، وبعد كده بتبدا المستوى اللي بيشوطوا بقى يقل. لا هم حرفيا كل اللي دخل سدد على عواد، كلهم كانوا شويه كور ممتازه يعني. بالحاج طبعا دخل والحمد لله عواد صد الكوره. ولقيت لك ناس بتقول لك اصل هو بص بعينه ومش عارف ايه وبتاع، نفس الناس اللي كانت بتقول لك ان لا اصل حسام عبد المجيد ما ينفعش ان انت تقول عليه ان هو ماضي في الاهلي، وان ده قله ادب من الناس اللي بتقول كده. لا عشان هو بص في ما هي دي يا جماعه. يعني انا ضد ان انت تدخل في نوايا الناس، ضد ان انت تقول ان حسام مثلا كان قاصد يضيع ضربة الجزاء وان هو بص في الزاوية وكده، لان انت متعرفش اللي في نيته. ونفس الحكاية متنفعش تقول ان بالحاج بص، لان هو في لعيبة كتير اوي بتبص في زاوية وبتشوت فيها، والعكس بتبص في زاوية ويشوت في زاوية تانية. فانا مش عارف بصراحة يعني ليه انت بتكيل بمكيالين يعني. لو انت ما انت شخص يعني، لو انت شخص زي حالتي كده ما بتحبش تدخل في نوايا الناس، وانت بالنسبة لك ان اللعيب مثلا اللي دخل وضيع الكورة، فانت هتقول ان اللعيب ده ضيع الكورة لانه سددها مثلا بشكل مش كويس، او ان الحارس تألق زي ما انا شايف بصراحة يعني. بس ما تدخلش في نوايا. ولو انت بتدخل في نوايا فانت هتدخل في ديت وفي نوايا التاني وبتاع، وانت يعني في الاخر ما انتش ربنا يعني، ما انتش عارف اللي جوه الناس يعني. في النهاية مثلا انت النهارده الزمالك كسب بهدف من خطأ سعد سمير. اكيد سعد سمير ما كانش عايز الزمالك يكسب يعني. ده لعيب اهلاوي ولعيب يعني حياته كلها كانت في النادي الاهلي يعني. في النهاية يمكن بيراميدز كمان فرحنا النهارده ان هو كسب وودى الاهلي الكونفدرالية. وانا بشوف بصراحة ان من الحاجات الغريبة قوي السنة دي ان في ناس من جماهير الاهلي بتقول لك ده انا حتى وانا في اسوأ مواسمي بنافس لاخر لحظة وبتاع وعامل لكم قلق وراسي براسكم ومش عارف ايه. انت اصلا كلمة يعني الكلمة دي ما فيهاش اي نوع من انواع المنطق، لان انت المشاكل اللي عندك انت السبب فيها. انت في الاخر المشاكل اللي عندك دي مشاكل عالم اول. ان امام مش عايز باص لزيزو في الفلوس، ومروان عطية مش عارف عايز يتساوى بمين، وفلان عايز يتساوى بمين. دي مشاكل عالم اول. ان انت بتغير لعيبة زي ما انت عايز، وانت اللي بتجيب صفقات غلط وبتاع، دي غلطاتك انت. دي يعني مشاكل عالم اول، دي حاجات تافهة قوي. انت في العادي انت المفروض اصلا ما كانش يبقى فيه منافسة. انت واخد النجم الاول عند الزمالك، وواخد كل النجوم اللي في الدوري اصلا، وزد وسيراميكا وفرق كتير قوي في الدوري بتلعب ليك اصلا. يعني بتديك اللعيب اللي انت عايزه والدنيا حلوه والدنيا رايقه خالص يعني. فانا مش عارف بس ازاي انت بتقول ان ده اسوأ موسم ليك. لو هو اسوأ موسم فهو اسوأ موسم فنيا، عشان انت ما اديتش كويس، ما عملتش اللي عليك. انما في العادي لو الموسم ماشي عادي بمنطقيه كده، الاهلي اصلا المفروض ما يبقاش فيه منافسه. لان احنا لو قلنا المنافسة بتبقى عبارة عن ان نادي متوفر له ظروفه الإدارية كويسة، عنده جهاز فني وعنده لعيبة كويسة وعنده جماهير. لو انت بصيت الاهلي المفروض عنده كل ده. الزمالك ما عنده بس من الحاجات دي كلها الجماهير بس. انما لو هتتكلم على لعيبة، الزمالك اصلا كان عنده مشاكل من الموسم اللي فات يا جماعة. احنا ليه بننسى ان الزمالك اصلا لما دخل الموسم ده كان بيحاول يجيب عدد كم لعيبة كويس يعني. انت نهاية الموسم اللي فات ده سيف جعفر اصلا كان بيلعب وينج، لان انت ما كانش عندك لعيبة. فانا مش عارف ازاي بس انت بتقارن ده بده يعني. حتى عدد لعيبه الزمالك عدديا قليل قوي يعني، عددهم اصلا قليل. انت مفيش عدد ومفيش طبعا كفاءه يعني. ده اساسي يعني. بس مفيش حتى عدد لعيبه ان انت تلعب. انت داخل في ماتش مهم زي ده، داخل بثلاثه اصلا من فريق الشباب. وده مش عشان دي استراتيجيه كابتن معتمد ولا هو ثقة فيهم ولا حاجه، بالعكس هو الراجل اصلا لما كان عنده اللعيبه الاساسيه جاهزه ما كانش بيلعب بالشباب اصلا، ولكن لان انت ما عندكش فاضطريت تروح للشباب يعني.
هتقولي بيراميدز ومش بيراميدز. بيراميدز اصلا ما عندوش جمهور، ودي مشكله بتقابل بيراميدز دايما، ان هو ساعات ياما الدفعه اللي بتديها لك الجمهور دي بيراميدز محروم منها. فالمفروض لو الطبيعي كان لا الاهلي ان هو يكسب الدوري ده بالذات ومحدش ينافس فيه، ان هم اصلا ان في منافسه. فده بيثبت بصراحه من وجهه نظري ان الاهلي فعلا في مشكله كبيره قوي. وهو فعلا يعني انا مش عارف ليه حاسس ان تروب ده لو كان سابوه له الموسم الجاي الراجل هيتحسن، لان الراجل واضح ان هو بيفهم الفرقه وبيفهم الدوري، بس ببطء شويه. يعني هو حتى تجاربه السابقه في الفرق التانية كان كلها بيبقى الموسم الاول بتاعه وحش، بعد كده بيبدأ يتحسن شوية. يعني واضح ان الراجل بياخد وقت شوية. فانا بصراحة متفائل ان هم هيمشوه، يعني هم هيمشوه هتلاقي الدنيا برضو متلخبطة وعكة وبتاع. فالحمد لله على كل شيء، والحمد لله ان الاهلي هيروح كونفدرالية. في ناس بتقول برضو ان دي اول مرة الاهلي يروح الكونفدرالية وبتاع. هو دي اول مرة الاهلي يروح فيها من الدوري، لان هو راح قبل كده لما كان طلع من دوري الابطال وراح على الكونفدراليه وكده. وفي مره اصلا الاهلي طلع دوري تالت دوري، بس كان اتحاد الكوره كان مظبطها، يعني قال لك ايه، لا هناخد نتائج الدور الاول وبتاع، انت عارف اللي فيها يعني. فمبروك عليك الكونفدراليه، ومبروك علينا الدوري، ومبروك على بيراميدز ان هو هيلعب دوري الابطال. السلام عليكم.